افتتح متحف ملوي عام 1963 ميلادية ليضم عددا من القطع الأثرية المكتشفة بمناطق آثار تون الجبل والأشمونين وما حولهم، وبني آنذاك من طابقين ليضم في مجموعته قطع أثرية من مختلف العصور موزعة على 4 صالات للعرض. واستمر المتحف منذ افتتاحه بنفس مجموعته وأسلوب عرضه لمدة 60 عاما كاملة دون تغيير، حتى كان موعده بعد تلك السنين الطوال مع التخريب والحرق والسرقة والدمار في ليلة أقل ما يقال عنها أنها ليلة تجرد فيها المعتدون من أدنى مشاعر المسؤولية والوطنية حين ارتكبوا جريمتهم التي ندى لها جبين الوطن ضد تراثهم البشري، حيث طالت أعمال العنف والشغب التي اندلعت يوم 14 من أغسطس عام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة متحف ملوي ليقف شاهدا على ذلك اليوم. فقد تعرض المتحف لسرقة ما به من مقتنيات من قبل الإرهابيين واللصوص على مدى يومين كاملين، وتدمير وحرق ما لم يستطيعون حمله. وفي إطار حرص الدولة على إعادة إعمار وتطوير المتحف بمشاركة فريق عمل من الآثريين والمرممين وشركة لإعادة ترميم المتحف وتطويره وإعداده للافتتاح من جديد بعد استرداد عدد كبير من القطع التي سرقت وترميم عدد آخر. فضلا عن اتخاذ وزارة الآثار نهجا مختلفا عن سابق نحو تحويل المتاحف الإقليمية إلى مسار تعليمي يساعد على بث روح الانتماء والهوية المصرية والتعريف بالحضارة المصرية عبر العصور. ويتحدث سيناريو العرض المتحفي عن الفكر الديني لأهالي الإقليم في العصر الفرعوني، وإبراز حرص المصري القديم على العدالة والعلاقة بين العابد والمعبود وتأدية المناسك الدينية وأهم الحرف والصناعات لإقليم المنيا، فضلا عن العلوم كعلم الطب والكتابة والإضاءة وكيفية توظيفها كإضاءة طبيعية في العمارة المصرية القديمة. ولا يخلو سيناريو العرض من إلقاء الضوء على ملامح تمثلها بعض القطع الأثرية لعصور تاريخية متعاقبة مثل العصر الروماني والقبطي والإسلامي، بإلقاء الضوء بشكل مبسط على تلك الحقب التاريخية. وقد تم إنجاز هذه الملحمة التي تمثل انتصارا للإرادة المصرية في هزيمة الإرهاب، حيث كان هذا الانتصار تجسيدا لروح التعاون بين وزارة الآثار والحكومة الإيطالية ومحافظة المنيا، حتى خرج هذا التعاون إلى النور ليصبح بذلك متحف ملوي شاهدا على قدرة المصريين على التحدي وإعادة بناء ما تم تخريبه، والتأكيد على دوره الطبيعي كمؤسسة لها دورها في التواصل المجتمعي المستدام، ليس فقط كمكان لعرض التحف الأثرية بل كأكاديمية بحثية ثقافية تعليمية لها دورها الإيجابي في التوعية بالحفاظ على التراث والنهوض بالمجتمع.